ألا أونا، ألا دو، ألا تري، 3 كلمات بنسمعهم في المزاد العلني. مزاد على أرض، على شقة، على لوحة حتى، عادي. إنما نسمعهم في مزاد من راجل بيبيع مراته، دي اللي غريبة. ما بين أواخر القرن ال18 ونص القرن ال19 ظهر في إنجلترا ظاهرة غريبة جدا، والظاهرة دي اتعرفت بظاهرة بيع الزوجات. لا ما تستغربش، لأنك لو كنت عايش في الفترة دي وبتقرأ الجورنان زي أي حد، طبيعي جدا إنك تقابل إعلان لواحد بيبيع مراته في مزاد علني في سوق من الأسواق. ويقال كمان إن الفترة دي حصل فيها أكتر من 300 مزاد علني لبيع الزوجات، وبالتحديد كانت في الفترة اللي ما بين سنة 1780 ل 1850، لأن قبل سنة 1857 ما كانش في قوانين لشروط الطلاق في إنجلترا، وكان لازم علشان يتم الطلاق بين أي زوجين إنهم ياخدوا موافقة البرلمان والكنيسة. وعشان الموافقة دي كانت تتم كان لازم يدفعوا حوالي 3000 جنيه استرليني، وطبعا المبلغ ده كان كبير جدا وقتها، وما كانش يقدر عليه طبعا غير الأغنياء من الشعب. وبسبب كده لجأ المتجوزين من الطبقة الوسطى والفقيرة إنهم يبيعوا زوجاتهم في مزاد علني علشان يقدروا يتخلصوا من أي جوازة فاشلة بيمروا بيها. فكان الراجل الإنجليزي من دول ياخد المدام في أي سوق عمومي أو سوق مخصص لبيع المواشي، ويحط حبل حوالين رقبتها أو وسطها أو إيديها، وأول ما يبدأ المزاد من دول تطلع الزوجة على الترابيزة ويفضل الزوج يقول مميزاتها من غنى وطبخ، واللي يقول أعلى سعر في اللي موجودين وهي تشوفه وتوافق عليه على طول يشتريها من جوزها. وانتهت ظاهرة بيع الزوجات بشكل تدريجي بداية من سنة 1857، وده بعد ما سهل البرلمان الإنجليزي قانون إجراءات الطلاق وخلى الإجراءات دي متاحة للجميع عشان يخلص الموضوع ده خالص في بداية القرن العشرين وتنتهي حكاية غريبة من حكاوي الدنيا.